فكرت قبل كده كملاكم إن جزء من خطتك على الحلبة تكون استنزاف الخصم؟ طب فكرت قبل كده إن استراتيجياتك العقلية على الحلبة هي اللي بتكسبك المباراة قبل عضلاتك؟ طب ما تيجي نتكلم في الموضوع ده النهاردة ونعرف إيه هي فلسفة الاستنزاف. I'm gonna show you how great I am. Great I am. Great I am. الاستراتيجية دي بتعتمد على إنك ترهق الخصم اللي قدامك، ولما بترهقه بيبقى زي كتاب مفتوح قدامك. لما الملاكم اللي قدامك بيرهق ونسبة الأكسجين بتقل في جسمه، تلقائيا أداء جسمه وحتى تفكيره ما بيبقاش بأعلى كفاءة ممكنة بالنسبة له، وبالتالي الأداء العام بتاعه بيقل بدرجة كبيرة، لدرجة إن لو عقله إدى الأوردر لجسمه إنه مثلا يتحرك أو إنه مثلا يضرب كومبو لأنه شاف فيه ثغرة اتفتحت في الخصم فممكن ان هو يضرب فيه، او حتى عينه شايفه ضربه ان هي جايه في السكه، بتلاقي جسمه مش قادر ان هو يعمل الدفاع بسرعه او الاداء الحركي بتاعه باسرع صوره ممكنه زي ما بدأ. ولو اتكلمنا عن كمان الناحيه النفسيه، فهو لما بيوصل لمرحله الاستنزاف بيوصل ان هو بيفكر من نفسه من جواه وهو بيلعب، بيقول حد يوقف الفايت ده، حتى لو هخسر حد يحوش الجدع ده عني. الحلو بقى انك لما بتطبق فلسفة الاستنزاف او استراتيجية الاستنزاف مع الخصم، بيبدأ ان هو يتحول لكتاب مفتوح قدامك، بتلاقي الثغرات مفتوحة بسهولة، وحتى كمان التحمل بتاعه بيكون خلاص انتهى، التحمل خلص، فبالتالي بتوصل ان انت مش محتاج وقتها انك تضرب ضربة بالفول باور بتاعك عشان توصل انها تبقى قاضية. فاهم قصدي؟ طب ما تيجوا دلوقتي نشوف ازاي مع بعض نطبق الاستراتيجية دي صح. اول حاجة لازم تعرفها انك انت المتحكم في سياق المباراة، لازم يبقى عندك ايمان راسخ جواك بكده ومصدق فعلا ان انت الليدر على الحلبة، لانك لو معرفتش ان انت تطبق ده مش هتعرف تطبق عليه الخطوات اللي جاية. فوقت ما تحب ان انت تخليه يستنزف من فكرة الحركة، ابدأ اهجم وانت جسمك مسترخي، يعني حاول ما تكونش متنشن، حاول ان انت جسمك يبقى ريلاكس، بس انت باين ان انت مهاجم وقافل مثلا الهاي جارد وضاغط لقدام، لكن من جواك انت مريح، ما انتش ضاغط على نفسك. وقت ما تهجم عليه بالطريقة اللي احنا بنقول عليها دي، هيبدأ هو يقاوم لانه شايف نفسه ان هو برضه ملاكم، ما ينفعش ان هو يتضغط عليه وهو ساكت، فلازم ان هو يبدأ يضرب، وهنا انت بتنفذ خطتك على اكمل وجه. فتبدأ ان انت تشيل الضربات على ايديك وانت عامل مثلا الهاي جارد، او بتتفادى اللكمات بالسليبس، ولكن بفضل في وضع الهجوم انك تأمن نفسك بالهاي جارد وتدخل مادام ناوي على استراتيجية الاستنزاف عشان يكون جسمي في الامان. فوانت داخل لقدام على طول بتبدأ ان انت تضم جسمك او تشد جسمك وتريحه حسب الفوليوم بتاعه في الضربات، او حسب التيمبو، او حسب الايقاع اللي هو بيشتغل بيه في اداء الضربات بتاعته. فتبدا ان انت لحظه ضرباته، ما انت عينك شايفه من بين ايديك، تبدا ان انت تنشف جسمه بعد ما يخلص المجموعه وهو لسه بياخد نفسه علشان يبدا انه يعمل مجموعه جديده. في اللحظه دي انت بتسيب جسمك يسترخي، مش معناها انك بتنزل ايدك، انت لسه مقفل نفس الشكل، ولكن من جواك التنشنه فكت، وتبدا تشتغل على كده، تبدا ان انت تريح وتضغط وتريح وتضغط وهو عمال يستنزف. النقطه الثانيه هو فكره الاستراتيجيه دي انا هطبقها في انهي جولات. خليها دايما في بدايه الجولات الاولى، لو كنت بتلعب احتراف ومعاك عدد من الجولات فابدا استخدمها في الاولى، مع الثانيه، مع الثالثه، ممكن توصل بيها للرابعه كمان، بس وانت مسيطر، يعني ما تبقاش سلبي، انت مسيطر، انت بتضرب برضو، لكن المينلي بتاعك او الاساسي بتاعك هو فكرة استنزافه. ولو كنت في مجال الهواة مثلا فبتلعب اللي هو متوسط 3 جولات بس، فما معكش مساحة كبيرة، فابدأ اشتغل عليها في الجولة الأولى، ممكن تاخد معاها كمان نص التانية، بس اوعى تقع في فخ انك تفضل سلبي اثناء اداء الاستراتيجية دي، والا البوينتس هتتحسب ليه او السيطرة هتتحسب ليه لان هو اللي بيضرب اكتر. فلازم دايما تبقى وانت شغال عليها انت برضو مطلع ايديك معاه ومسيطر
وجسمك قوي وانت داخل عليه، علشان ان انت تبقى ضامن ان برضو السيطرة ليك والحكام شايفينك انت اللي مسيطر على الحلبة. بعد كده لازم ناخد بالنا ان علشان ان انا ابقى بستنزفه وانا مقفل، غالبا هعتمد على لكمات الانر فايت، فلازم ان انا اطور عندي لكمات الانر فايت بشكل كبير جدا. لازم ان انا ابقى عارف الاداء بتاعي عامل ازاي في المناطق بتاعه الضعف بتاعته، علشان لكمات الانر فايت بتاعتي تبقى مؤثره معاه. وفي نقطه داخلين عليها دلوقتي بتاعه النفس لسه هقول لكم عليها، بس لازم ان انت تطور لكمات الانر فايت علشان تبقى عارف انت بتضرب فين. عندك مناطق مهمه جدا في الانر فايت زي مثلا الضلوع، زي مثلا الكبد اللي هي في جنبك اليمين تحت اخر ضلع عندك في ناحيه اليمين، وعندك منطقه المعده، دي لكمات الانر فايت. وكمان ممكن من الانر فايت تطلع بالابارات في منطقه الدقن برضه، فمعاك الثغره دي. فلازم ان انت تبقى دارس النقط دي كويس وعارف الضربه فيها بتيجي مظبوطه ازاي. الضرب في مناطق اللي هي الانر فايت اللي هي منطقه الضلوع والكبد والمعده، المناطق دي بتقطع نفس الملاكم اللي قدامك. ليه؟ لان مع كل ضربه منك حتى لو صدها كان قصادك صاددها، فبالتالي بيستنزف بانه النفس بتاعه بيتكتم. يعني هو لما بيجي ان هو ياخد الضربه علشان يمتصها، او علشان ان هو الضربه يبقى هو قدامها ناشف عليها، او ان هي مش مؤثره فيه، فبالتالي بيضطر ان هو ينشف جسمه. فبالتالي كل ما ينشف جسمه وبعدين يرجع يسيب وبعدين ينشف جسمه مع ضربات تانية انت بتشتغل بيها، فبالتالي بيبدأ ان النفس عنده يحصل له اختلال في تنظيم النفس اللي هو ماشي عليه، وهو مش هيقدر ان هو يقاوم ده او ان هو يتنفس كويس وهو بيشيل الضربات. لان الفكرة هنا ان هو مضطر علشان جسمه يبقى صلب ويشيل قوة الضربة اللي جايه له على ايديه من غير ما يتحدف لورا او يرجع لورا او ان جسمه يختل توازنه، فبالتالي محتاج انه يكتل نفسه، فبالتالي هو عمال يستنزف مع ضرباتك. بس خليني اقول لك على نقطة مهمة قوي دلوقتي، هو انك لازم تلعبها بذكاء. يعني مش كل الضربات بتاعتك تكون فول باور، وهديكم مثال على كده قدام. ولكن المفروض ان انت وانت بتلعب بتهجم وبتضرب، لو كل ضرباتك فول باور فانت نفسك هيخلص بسرعة، وهتلاقي نفسك وانت بتستنزفه انت استنزفت. فالصح هو ان انت وانت داخل بتضرب ضربات خفيفة وبتحط في النص ضربات قوية انت عارفها ومتمرن عليها كويس، ومع مدربك حاطين البلان لكومبوهات معينة للانر فايت انت عارف انت بتشتغل بيها ازاي، ايه فيها الخفيف وايه فيها القوي، ايه فيها اللي بودي الخصم لمنطقة انه مثلا ينزل ايده عشان اضرب في منطقة تانية بكل قوة يكون الثغرة فتحت. فبالتالي لازم تلعبها بذكاء. بعد كده نخش بقى على نقطة الضغط النفسي. لازم وانت بتلعب تكون محتفظ بهدوءك، بلاش ان انت تنفعل، لانك لو انفعلت انت هتفتح في جسمك ثغرات. فخليك هادي مع الاحتفاظ بالشراسة اللي في عينيك وانت داخل مركز وعارف انت بتعمل ايه وظابط كل حاجة بالملي. مقفل داخل لقدام، نظرتك عينك عليه او عينك في عينه عشان الاي كونتاكت يبقى، او اتصال العيون مع بعض يبقى هو شايف في عينيك الشراسة، فبالتالي يحصل له نوع من انواع الرهبة. مهما كنت انت على فكرة يعني حتى لو كنت بتلعب بطل، تقدر ان انت توصل له الرسالة دي من خلال عينيك وانت مركز معاه وداخل عارف انت شغال ازاي. والفكرة ان انت تعمل دمج ما بين النظرة الشرسة مع الهدوء في نفس الوقت، لان في ناس ممكن تقع في الفخ بتاع ان انا خلاص مبرق ومركز وداخل وبتاع فانا خلاص متنشن فانا خلاص بعمل. لا، الفكرة في التدريب، انك ازاي ان انت تركز على انك توازن في تدريباتك مع زمايلك. ابدأ تقمصها في السبارنج، ابدأ طبقها. ما هو ده نوع من التدريب يا جماعة. هو التدريب مش بس تدريب بدني، التدريب جزء كبير منه عقلية، منتاليتي. اشتغل بعقلك، تخيل الاداء وتخيل الماتش وانت بتلعب السبارنج. يعني زي ما شرحناها قبل كده وقلنا ان الملاكم لازم يعمل توازن ما بين قلبه وعقله. قلبه جوه فرن وعقله جوه فريزر. فخليك دايما مسيطر على الحلبة وانت بتطبق استراتيجية الاستنزاف، يكون استنزاف للخصم ولكن انت
مريح نفسك علشان اللي جاي. يعني من الاخر اتعبوا من غير ما تتعب نفسك. ولو جينا دلوقتي ان احنا اتكلمنا على امثله للملاكمين اللي استنزفوا خصومهم على الحلبة، فطبعا اشهرهم على الاطلاق ممكن تتفرجوا عليه وتشوفوه وتدرسوا الاستراتيجية بتاعة الملاكم الاسطورة بتاعنا محمد علي وهو بيستنزف البطل والاسطورة جورج فورمان. الماتش العالمي ده اتسمى ماتش القرن، كان 1974 وكان اسمه رامبل ان ذا جانجل. محمد علي بدأ الماتش بيلاعب دبابة بشرية، يعني جورج فورمان كان قبليها موقع جو فريزر 7 مرات في جولتين. انتوا متخيلين؟ حاجة مش طبيعية. جو فريزر كان كسبان قبليها محمد علي. فمحمد علي داخل الماتش كل الآراء وكل التوقعات ان جورج فورمان هيطير رقبة محمد علي، ولكن الاستراتيجية اللي استخدمها محمد علي استراتيجية الاستنزاف مع فكرة رمي جسمه اللي هو روبودوب، اللي هو رمي جسمه على الحبال وهو مقفل بالهاي جارد، واستفزاز لجورج فورمان على طول بالكلام وهو بيلعب. الموضوع كان فكري وذهني من الدرجة الأولى، يعني لعب عقول قبل ما يكون لعب أجسام. فبدأ إن هو يستفزه بالكلام ويقول له هو ده كل اللي عندك؟ ما تجيب آخرك، إيه ده أنت إيدك طرية خالص، أنت إيه اللي عندك مال، أمال بيقول عليك جامد يعني. فبدأ جورج فورمان يستفز، وهو بيستفز محمد علي عمال يطبق الاستراتيجية بتاعت الاستنزاف، فعمال يستنزف يستنزف يستنزف. انا عايزكم تتفرجوا على الماتش ده علشان تشوفوا جورج فورمان كان بادئ الجولة الأولى بيضرب ازاي وبيتحرك ازاي، وعلى ما وصل للجولة أعتقد الثامنة لما محمد علي وقعه بالقضية، القضية الوحيدة في تاريخ جورج فورمان، تشوفوا كان قبليها الضربات واصلة ازاي. يعني الضربات كانت بتوصل ازاي لمحمد علي، ان محمد علي لو نزل ايده الضربة مش هتأثر فيه. دي فكرة الاستراتيجية لما بتطبق صح. لو خدنا مثال تاني من العصر الحديث فبالتأكيد الأسطورة لوماتشينكو تحركاته بيستنزف بيها الخصم لما بيشتته ذهنيا، لما بيجيله من هنا وبعدين يجيله من الناحية دي وبعدين يجيله مرة تانية من الناحية دي، بيبدأ الخصم يتوه على الحلبة. فبالتالي لما بيتوه بيبدأ إن هو يشك في قدراته يشك في نفسه، فبالتالي بيستنزف ذهنيا. غير إن لوماتشينكو بيبدأ إنه يقرب لدرجة انه يغري بيها الخصم انه يضرب، وبالتالي بيبدأ انه يكاونتر عليه. طيب وبيعمل ايه كمان؟ بيستنزفه بفكرة انه هو وهو مقرب يبدأ يطلع معاه ضربات. مش كل الكومبو بيبقى ضرب قوي. لوماتشينكو يعمل ضربات خفيفة ويقوم حاطط اللي هو عايز يحطهم بقوة، فبالتالي يوصلوا اللي هو عايزه بالظبط. فدي فكرة الذكاء اللي أنا قلت لكم عليه من شوية لما قلت لكم إن أنت مش كل الضربات تضربها بقوة. هي نفس الفكرة بالظبط. هو بيطبق لو كل الضربات ضربها بقوة، حتى لوماتشينكو الفتنس الرهيب بتاعه هيتعب، لأن هو بيدي بالفول باور بتاعته هو، فبالتالي طاقته هو عمالة تقل. فالفكرة في الذكاء إنك إزاي تدمج وتعرف إمتى تضرب بسرعة وإمتى تضرب بقوة. وفي النهاية اعرف إن لما الجسم بيتعب العقل كمان بيتأثر، وكل ما كان هدوءك أعلى على الحلبة سيطرتك بتفرض نفسها، ووقتها بتسيب خصمك يضرب ويتحرك وشايف إن هو بيكسب، وكل ده أنت الكنترولر، أنت اللي ممشي الماتش على مزاجك. لما هتوصل المرحلة دي يا بطل، دي هتكون نتيجة لكفاحك وتعبك ومجهودك، لأن أنت عارف من البداية إن الطريق مش بالساهل، وإلا كان كل العالم بقوا أبطال. ولأنك وأنت على الحلبة وبتوصل لمرحلة التعب كنت بتفتكر الفترات اللي تعبت فيها أثناء التمرينات وأثناء المرمطة والإرهاق والتعب، وبتفتكر كمان من وسط الحاجات دي كلها جملة كنت دايما أنا بقولها لك، دايما بتنور في عقلك وبتسمعها في ودانك لما كنت دايما بقول لك خليك فاكر إنك بطل قصتك. اتمنى اكون فدتكم النهارده واشوفكم في حلقه جديده مع استراتيجيه جديده ممكن ان احنا نشتغل بيها على الحلبه. كان معكم الملاكم الاولمبي رامي حلمي. تشاو.